واحدة من أتعس الزوجات في السينما المصرية اللي بتتحول من منى البنت الرومانسية الحالمة اللي بتعشق عبد الحليم حافظ لزوجة رجل مهم. الفيلم إنتاج سنة 88، بطولة أحمد زكي وميرفت أمين وإخراج محمد خان. هشام أبو الوفا صعيدي من جرجة بيحلم يبقى ضابط عشان الضباط بيحكموا العالم. إنسان متسلط انتهازي وقصولي وعنده هوس السيطرة باستخدام السلطات والنفوذ. منى بتعجب بسيطرته وبتفكر إن حياتها معاه هتكون سهلة كزوجة رجل مهم، لكن اللي بيحصل إن منى بتلاقي نفسها قليلة الحيلة ومعزولة عن العالم إلا لمصالح هشام الشخصية. هشام كان كل اهتمامه هو الحفاظ على نفوذه، سيطرته وهيمنته على الكل، وده بيظهر في تعامله مع كل اللي حواليه، مع المتهمين بقى، مع الجيران، مع البياعين والبواب، وحتى معاها هي كمان. وبتطفي منى، وطبعا حياتها بتخلى من الرومانسية والخيال والأحلام الوردية، وبتفقد أحلى سنين عمرها. منى بتضطر تندمج مع جارتها سميحة المتفتحة والأكثر حرية في تصرفاتها، فتتعلم منها لعب القمار والتدخين. وسميحة وجوزها اللي عنده مزرعة دواجن كانوا قاصدين يقربوا من منى عشان مصالحهم الشخصية مع جوزها هشام اللي كان رافض حتى انه يتكلم معاهم. وهشام بيستغل المظاهرات اللي بتحصل 18 و19 يناير بسبب القرارات الاقتصاديه، وبيشوفها فرصه عشان يكشف مؤامره وهميه كبيره بتحصل لقلب نظام الحكم، وده طبعا علشان يترقى. وبيستغل حكاوي وكلام منى عن زمايلها في الجامعه فبيعتقلهم، ومنى بتسيب له البيت، لكن هشام بيهدد والدها وطبعا بترجع لسجنها تاني. وبتزيد المعاناه لما بتحكم المحكمه بان انتفاضه يناير كانت طبيعيه وما فيهاش اي شبهه انقلاب، والشكاوي ضد هشام بدات تزيد، فبيقرروا انهم يدوا اجازه مفتوحه تمهيدا لخروجه المبكر على المعاش. وهنا بقى بتزيد مشاكله النفسيه اكتر، لانه ما بيتحملش بعده عن السلطه وتغيير معامله الناس ليه، وبيدخل في دوامه كبيره مع بيع كل ما يملك على المظاهر علشان يعوض نقصه. وبقى طول الوقت بيداري ضعفه الداخلي بالظهور زي المجنون اللي بيتعصب وبيثور على اي حاجه. بيطرد جاره اللي بيعرض عليه انه يدير له مزرعته، وبيثور على منى وبيضربها علشان بيكتشف ان والدها بيبعت لها مصروف شهري، وبيبلغ عن جيرانه وبيقفل لهم شقتهم بالشمع الاحمر بداعي انهم بيديروا الشقه للعب القمار، انتقاما منهم ان منى اتحامت فيهم وقت ما ضربها. هشام اتجنن رسمي، ومنى عايشه الجحيم بحذافيره. ولما طلبت من ابوها يجيلها وينقذها من الجحيم اللي هي عايشه فيه، طبعا هشام كبرياءه المزيف ما بيسمحلهوش انه يسكت، فبيضرب ابوها بالنار وبعدها بيموت نفسه علشان تفضل منى عايشه في الجحيم اللي شافته من ساعه ما اتجوزت هشام، وبقت من اتعس الزوجات في السينما المصريه.